السلام عليكم الإخوان والأخوات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو بكم واحد الجولة بمدينة مكناس. انطلقنا هنايا من شارع محمد السادس. هذا البرج اللي هو أمام على اليمين هو برج بلقاري من الأسوار الإسماعيلية. على اليسار مجمع ديال الصناعة التقليدية. هاد الساحة اللي قدامنا ولا على اليمين عفوا ساحة زين العابدين. هاد البلاصة اللي توقفو فيها الطوبيسات اللي كيمشيو لعدة اتجاهات. حنا الآن مع 7 تقريبا 4 و16 دقيقة. هاد الأسوار أمامنا هي أسوار طور الإصلاح ديال يعني غادي تكون هنايا واحد الباب اللي كيدخل سجن قارة مازال غادي تفتح يعني مستقبلا عند إتمام الأشغال. هذه ساحة ديال الهدم، باب منصور على اليمين والساحة على اليسار. جينا شوية في هذا الوقت ديال الذروة. هنا على اليسار محلات تجارية. الأسوار كما كتلاحظوا مازال هادشي كله مازال مسدود. هاد المرة هادي تعطلوا يعني في الإصلاحات، يعني جميع هاد المآثر التاريخية مازال معطلة عندنا في مكناس. هنايا واحد التقويسة اللي على اليمين كتدي للساحة ديال كتدي عفوا للضريح، وكذلك ساحة لالا عودة والدار الكبيرة إلى غير ذلك، وكتخرج كذلك الجهة ديال سراق. هاد الهبطة فين حنا دابا هادي كتسمى بدار السمن. هاد البلاصة هادي فين كاينة البنكة وإلى آخره، هادو الشي كله على اليمين. كان واحد الوقت محطة طرقية قبل ما تبدل المحطة مرتين، والمرة الثالثة جاية في الطريق. على اليسار دوك الفنادق اللي شوية رخيصة قدام. هذا على اليسار، وعلى اليمين محلات تجارية. وهنايا بريد المغرب على اليسار. هنا حنا على اليمين. هاد البلاصة سميتها الروامزين. هذا هو المكان اللي كانوا فيه السينمات قدام، ولكن دابا كلشي تسد. كاين بعض المقاهي، بعض المحلات التجارية. البلايص ديال السينمات صافي تحولوا إما محلات تجارية إما بنكة. احنا قربنا الآن لباب وعمير.
إذا هاد البلاصة هاد الباب هادي كانت محكمة ديال الأسرة، هادي الباب ديال باب بوعمير هو هادو. الآن احنا غادي ندوزو للمدينة الجديدة حمرية. العقبة هادي اللي كانت ديال الحمرية سميتها عقبة كابوبلا. على اليسار ديك الساحة ديال الأمم المتحدة، وعلى اليمين هادي كانت حتى هي كانت واحد الوقت جاردة ولات فيها مشاريع، فيها ماكدونالدز، فيها سينما داوليس، فيها مشاريع. هنا على اليسار المركز الثقافي الفرنسي. هنا على اليمين هذه كانت الآن تابعة للأمن الوطني. خلاص هادو عمارات جداد، عمارات سكنية من 10 طوابق. احنا الآن بشارع الحسن الثاني. شارع الحسن الثاني كما كتلاحظوا هنايا أسفل كله محلات تجارية هناك. وغادي نقربوا الآن للسوق المركزي، مارشي سنترال. هاد العمارات فيها كاين أطباء، كاين تحليلات طبية، كاين محامين، كاين السكن. إذن هنايا على اليسار هذا هو السوق المركزي، مارشي سنترال ديال الحمرية. مازالين دائما حنا في شارع الحسن الثاني. نحن قربنا على اليمين سينما كاميرا، لأن هذه هي يعني السينما اللي مازال من بين السينمات القدام اللي شادين مازال كيشتغلوا إلى يومنا هذا، مع سينما داوليز اللي في عقبة كابوبلا. لأن هنا غادي نغيرو الاتجاه، اتجاه شارع علال بن عبد الله. هذاك الشارع اللي فيه لانتردي هو شارع محمد الخامس. هنايا مقاهي وعمارات على اليمين، وهنايا بنك المغرب على اليسار. هذا الكونسيرفاتوار ديال معهد الموسيقى اللي كذلك على اليسار. هنايا على اليسار كتبدا ثانوية إعدادية علال بن عبد الله. بالنسبة لهاد العمارات كاين العمارات اللي كانوا قدام يعني من سميتهم من أيامات فرنسا، الحماية الفرنسية، وكاين عمارات جداد اللي تعاودوا ولا اللي كانوا فيلات ولاو عمارات جداد. دائما حنا في شارع علال بن عبد الله.
دابا حنا غادي نغيرو الاتجاه في شارع الجيش الملكي، شارع الجيش الملكي، وفي نفس الوقت هي الطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة فاس. دائما مع شارع الجيش الملكي. هاد العمارة هي عمارة أو لا إقامة، الاسم ديالها هو إقامة المدينة. كما كتلاحظوا كاين قلنا العمارات اللي هما قدام، وكاين العمارات اللي هما جداد بحال هادو. هنايا فتنا على الساتيام الجهة ديال اليمين، وهذا المسجد هذا مسجد إيران اللي هو على اليسار. من على اليسار دائما الإدارة الجهوية ديال السكك الحديدية. هنا في هاد الرومبوين إذن على اليمين محطة عفوا المحطة ديال القطار، المحطة الكبيرة، لأن عندنا كنا جوج ديال المحطات. كاين محطة اللي جاية على الأمير عبد القادر، وكاين هاد المحطة الكبيرة اللي على طريق فاس. لأن هادو كلهم تقريبا هادو كلهم أغلبية عمارات سكنية. هادو على اليسار شوية عمارات قدام، وهادو اللي على اليمين كلهم عمارات جداد. هنا على اليسار هادي كانت أكاديمية للتعليم، قبل ما تولي الجهة ديال فاس ولات هنايا نيابة للتعليم ولا لوزارة التربية الوطنية. لأن حنا غاديين دابا في اتجاه ديال طريق فاس، الطريق الوطنية المؤدية لمدينة فاس، ولكن التوسعة هنا غادي نلقاو توسعة ديال المدينة. زادوا أحياء كبيرة جدا خاصة في الجهة ديال وسلام. ولا الجهة اللي معروفة بلوزين ديال السينما. هادو الأغلبية عمارات جداد، عمارات سكنية. كاين لي تسكنات، كاين لي مازال في طور البناء.
المدخل كيدخل قدماء محاربين كومباطون، والبرج هنا على اليمين المدخل الحي ديال البساتين. من هنا منين خارجين هاد الطوموبيلات من الجهة ديال البساتين، وفي نفس الوقت هي قنطرة فوق السكك الحديدية. رحاب الخيل. احنا غادي نهبطو الان للويسلان، واد ويسلان. هنايا شوية الطريق فيها منعرجات، وكانت شوية نقطة سوداء بالنسبة للحوادث، وقع فيها حوادث كثيرة. القنطرة اللي هي مقابلة معنا اللي هي عالية هي القنطرة ديال السكك الحديدية، الطريق اللي غادي لفاس وجدة. إذن الواد هو هذا واد ويسلان. احنا قربنا الان المدخل ديال معمل إسمنت ديال الشركة ديال لافارج. الدخلة اللي على اليسار اللي قلنا لي لازم السوا، وفيه حي كبير كذلك سكني. إذن كما قلنا هنايا الجهة ديال التوسعة مازال ديال المدينة حتى الملتقى ديال الطريق اللي كتدي للرباط مع فاس. واحد المركب هنايا سياحي ان شاء الله غادي نوصلو له، مركب سياحي
في الملتقى ديال هاد الطرق، الطريق اللي خارجة من مكناس والطريق اللي جاية من فاس والطريق كذلك اللي جاية من الرباط. إذن هاد الجهة فيها تقريبا مدينة جديدة أخرى خارجة هنا. احنا وصلنا هنا واحد المركب ديال علاء الدين، هو هذا على اليمين، داروا في يعني في قاع الحفلات وكذلك متنزه للمكنسيين. هذا واحد مجمع سكني ديال فيلات اللي على اليسار. هنا أحياء جديدة سكنية على اليسار كذلك.